السلام عليكم خاوتي، هذه خريطة شمال افريقيا وهذه الجزائر وهذه اسبانيا. شوفوا ما تقول علاش ما نديروش جسر، راهي غير 200 كيلومتر في البحر، يعني المسافة كيما من العاصمة لوهران. اقرب نقطة بين الجزائر واسبانيا راهي من مرسى بن مهيدي، 200 كيلومتر في البحر ماشي بزاف، لكن هذا البحر اسمه المتوسط وماشي سهل، راهو متوسط في الاسم لكن متوحش في الاعماق. التيارات البحرية تخليك تدور في بلاصتك، والاعماق راهي توصل اكثر من 1400 متر، يعني لو طاحت مفاتيحك تحت الماء سبونج بوب وما يفريها لكش. باش دير جسر فوق البحر تحتاج حوايج بزاف، حديد وتكنولوجيا ووقت، وقاع الجزائر تشمر على يديها ويا ربي، كيما الجسر تاع هونغ كونغ ماكاو اللي راهو 55 كيلومتر وداروا فيه 9 سنين، لكن بيناتنا هذه راه غير 200 كيلومتر، يعني ماشي حاجه صعيبه. باش توصل الجسر من الجزائر لاسبانيا تحتاج تخدم قهوه في الطريق وبلاصه للراحه وباركينغ. والسلام عليكم وراهي فرات. السؤال اللي يخبط في الراس، لو درنا بالفعل الجسر واش نربحوا منه؟ نقل مسافرين ولا نقل الكرواسون؟ حاليا كاين طيارات، كاين البواخر، والاغلبيه ماشيين للسياحه ماشي للتجاره الثقيله، يعني باش تبني جسر تخسر ملايير دولارات، لازم يكون عندك ربح ومنفعه. لو كان الجسر يجيب الدراهم، لو كان داروه الاسبان قبلنا، لكن باين عليهم حتى هما خافوا من كوكو القرش اللي في نص البحر. نروح نحكو شوي في السيريو خاوتي. نعم، من الناحيه التقنيه الجسر ممكن يتبنى ولو بصعوبه، لكن راهو مشروع عملاق يحتاج تخطيط على مدى عشرات السنين وتعاون بين دولتين او اكثر وناس مختصه، ماشي غير جماعه جاكي شان. السلام عليكم يا البطاطا. لكن المستقبل مفتوح، التكنولوجيا راهي تتطور والناس تولي تفكر في حلول ذكيه. يمكن ربما بعد 20 او 30 سنه نلقاو طريق يخلينا نروحوا لاسبانيا بلا فيزا. وفي الختام، ما كانش جسر اليوم بين الجزائر واسبانيا، ماشي لانه ما نقدروش، لكن لانه البحر ما راهوش حاجه سهله. المشروع راهو كبير ويحتاج وقت ودراهم وتخطيط يكسر الراس، لكن ديما نقدروا نحلموا ولو الجسر ماشي موجود في الواقع. راهو يبقى كفكرة مطروحة. ممكن واحد النهار نركبوا طونوبيل ونروحوا نشربوا القهوة في فالنسيا بلا ما نمشيو للمطار. ايماجيني لو كان كاين جسر اليوم بين الجزائر واسبانيا، واش اول حاجة ديرها؟ خلينا فكرتك في لي كومونتير وتهلاو ليكيب.